السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي من أحمد. النهاردة إن شاء الله هنعمل أسرع بسكوت في 10 دقايق في الخلاط. مش هتحتاج المكنة بسكوت ولا تحتاج الكيس حلواني، ومكوناته كلها موجودة في البيت، مفيش غير بس الشوكولاتة ولا حبيتي ان انتي تزيني. لو مش حابة ممكن تسيبيه سادة عادي. هنحتاج 300 جرام دقيق. أنا معايرة 3 كوبايات بالمج دوت، ودي كوباية إلا ربع زيت نبات، ودي كوباية إلا ربع سكر، والسكر هيكون خشن مش هتطحنيه عشان كل المكونات هتضربيها في الخلاط، ودي بيضتين، ودي كوباية إلا ربع نشا، وهنا معلقة هرمية بيكنج باودر، ودي رشة ملح، ومعلقة صغيرة فانيليا. دي برتقانتين مبشورين، انتي ممكن تستغني عنهم، وممكن لو حابة ان انتي تستبدليهم بمعلقة تانك باودر، هيديكي لون وهيديكي طعم جميل. هنجيب الخلاط وهنضيف المواد السايلة كلها مع بعض والمواد الجافة مع بعض. هنا انا ضفت البيض والسكر والفانيليا والملح، بعد كده ضربتهم ضربة خفيفة كده عشان السكر بس يدوب شوية، ونزلت بالزيت. هضربهم بقى كويس قوي لغاية ما السكر ما يبقاش اي اثر، يعني يدوب خالص عشان لما تيجي تعجني ما يبقاش فيه حبيبات سكر. هضيف بقى المواد الجافة على بعض، النشا والدقيق والبيكنج، واقلبهم كويس قوي. اوزع البيكنج كله في الدقيق، وبعد كده هنزل بالخليط اللي انا عملته في الخلاط. خدي بالك بس ان البسكوت ما بيحتاجش عجن كتير، انا بس هدخل المكونات كلها في بعضها، وبعد كده هبتدي ان انا بقى اشكلها. مش هتسيبيها ان هي ترتاح ولا حاجة، ولو في الصيف هتسيبها في التلاجة تمسك نفسها شوية عشان ما تعرفي تشكليها بسهولة. لو في الشتا طبعا مش هتستني ان هي ترتاح، يا دوبك هتخلصي وهتشكليها على طول. انا هنا كان عندي البصامة وكان عندي شكل وردة، فجربت البصامة ما عجبتنيش بصراحة، فانا هكمل بالوردة هوريها لكم. انتي لو عندك اي اشكال تانية احسن فانتي هتعملي بيها، انا كان عندي هما دول المتوفرين بس. هتفرديها بالشكل ده كده. هو السمك بتاع البسكوتة هيبقى نص سنتي، فخدي بالك ما يبقاش ولا ارفع ولا اتخن من كده، عشان لو رفيعة هتتحرق، ولو تخينة هتلاقيها من جوه يعني مش مستوية، يبقى طعمه طري كده ومش مش مقرمش. انا هوريكي برضو بعد ما اقطعها هوريكي السمك هيبقى قد ايه. اهو زي ما انتي شايفة كده السمك هيبقى بالشكل ده، نص سنتي. خدي بالك بس ان انتي تغطي العجينة زي ما انا مغطيها كده بكيس او باي فوطة عشان خاطر ما تنشفش معاكي. لو في الصيف طبعا مش هتغطيها، وهتضطري اصلا ان انتي تحطيها في التلاجة، هتاخدي بالقطع يعني تكوريها، وبتاخدي كورة كورة عشان خاطر طبعا بتسيح معاكي في الصيف. انا خلصت التشكيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده صاج كبير. المفروض ان انا لسه هكمل بقية العجينة في نص صاج تاني، يعني صاج صغير معاه. بعد ما تخلصي الكمية كلها طبعا هتدخلها في الرف الأوسط في الفرن على درجة حرارة عالية، هياخد لون دهبي من تحت ومن فوق. بعد كده هوريكوا الشكل. بعد ما استوى واخد لون هسيبه طبعا يبرد 10 دقايق أو ربع ساعة. بعد كده هجيب 300 جرام شوكولاتة طبخ. انتي بقى حابة التزيين ده على ذوقك انتي، شوكولاتة بيضة شوكولاتة سودا اللي انتي حباه. هنا 300 جرام شوكولاتة انا سيحتهم على حمام بخار. انتي بتخلي المية تغلي في اي حلة، وبتحطي عليها الطبق اللي فيه الشوكولاتة، وتفضلي تقلبي كده لغاية ما تسيح خالص، وتحطي معلقة زيت صغيرة عشان الشوكولاتة تديكي لمعة. انتي مجرد ما هتحطيها على المشمع الابيض ده او على شبكة بالشوكولاتة، مجرد ما تخلصي الكمية كلها تلاقي الشوكولاتة مسكت اصلا عشان في الشتا. لو في الصيف هتضطري ان انتي تحطيها في التلاجة 10 دقايق بس تمسك، وبعد كده تخرجيها عادي. جربيه وان شاء الله هيعجبك ومش هتندمي ان انتي عملتيه. فرحي اولادك وابسطيهم بحاجات بسيطة. لو شفتي الفيديو عجبك يبقى شكرا ليكي جدا. ما تنسينيش بقى يا حبيبة قلبي في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.